طبعا اللي بينفي النية المسبقة للخطف. أستاذ طارق حسيب، ممكن تكلمني عن طبيعة شغل حضرتك؟ خبير أوراق ومحافظ مالية، اللي هي البورصة. وسامحني طبعا إذا كانت معلوماتي ضعيفة في النقطة دي. بيسموها كده. طب والبورصة دي، وبرضه حضرتك صلح لي معلوماتي، اللي هي ليها علاقة بالأسهم والمضاربات، زي ما بنسمع كده سهم طالع وسهم نازل. مظبوط، ومعلومات حضرتك دقيقة جدا، مش ضعيفة ولا حاجة. تأكيد طبعا كل التعاملات دي مرتبطة بالوقت، يعني الدقيقة عند حضرتك بتفرق، امتى بيع امتى اشتري. صحيح. أستاذ طارق، حضرتك ممكن تقولي كنت فين ساعة وقوع الحادث؟ مسافة السكة. سوري يا طارق، بس هو جاله ميعاد مفاجئ. ميعاد ايه ده؟ أنا في الطريق. والله صدقني غصب عني، بس هو جاله ميعاد حالا عند مكتب الوزير. هبقى أكلمك تاني. I'll call you later. باي باي. done. كان عندي اجتماع. الاجتماع ده قريب ولا بعيد من مقر المدرسة؟ لا، قريب. كان الساعة كام تقريبا؟ الساعة 2، الساعة 3. ده حضرتك لسه مأكد لي إن الدقيقة عندك بتفرق، يعني أنت ماشي بالثانية. في شغلي بالتأكيد. بس أعتقد إن ابن حضرتك أهم من شغلك، مش كده ولا إيه؟ مش فاهم التلميح اللي ورا سؤال حضرتك. ميعاد الباص الساعة 3. غير صحيح. ميعاد الباص الساعة 4 زي ما قال موكل حضرتك. يعني حضرتك عايز تفهمني إنك كنت هتخلص الاجتماع وتتحرك لمدرسة زين في خلال ساعة واحدة بس، في وسط زحمة خروج الموظفين؟ الاسيستنت بتاعتي جالها تليفون ان الرحلة هتتأخر ساعة وبلغتني كده. هو حضرتك اللي متعود تجيب زين من المدرسة؟ لا، عادة والدته هي اللي بتجيبه، لكن في اليوم ده المدام كان عندها مؤتمر في الجونة وكانت مسافرة، فكان لازم أنا اللي أروح أجيبه. أستاذ طارق، هل حضرتك كنت على علم بعلاقة الدكتورة ملك زوجة حضرتك بموكلي؟ أنا فاهم طبعا التلميح اللي ورا سؤال الأستاذة المحامية. أنا على علم إنه كان خطيبها السابق، وإنه مهووس بيها لحد النهاردة، عشان كده عايز يدمر حياتها. اللي أنا متأكد منه إن زوجتي لا يمكن تخون ثقتي فيها. وهل ده نفس رأيها فيك؟ سيادة الرئيس، الأستاذة بتتطرق لحياة موكلي الخاصة، وده غير مقبول. نركز على قضيتنا يا أستاذة. طب ممكن حضرتك تشرح لي طبيعة علاقتك بالأستاذة نجلة اللي هي نفسها بلغت عن موكلي؟ أنا يا فندم ما أعرفش أي حاجة عن الاسم اللي ذكرته الأستاذة، لكن أعرف كويس قوي إن موكلها كان خطيب زوجتي السابق، وإنه لسه مهووس بيها